في يوم من أيام شهر مايو سنة 56 وصلت رسالة مشفرة لرئيس جهاز الشباك الإسرائيلي عاموس مينور. مضمون الرسالة كان بيقول: خاين في برلين حر طليق، ألمانيا مصر. الرسالة دي سببت حالة من الفزع الشديد، خصوصا إن أي كلمة تتعلق بألمانيا أو برلين أو أي حاجة ليها علاقة بالنازية كانت فعلا بتعمل عندهم رعب وخوف. علشان كده في خلال ساعات قليلة دعا رئيس جهاز الشباك لاجتماع هام وعاجل. اللي حضروا الاجتماع كانوا آسر هارل رئيس جهاز الموساد، ومشك دوري رئيس الهيئة الثالثة والمسؤول عن المنطقة العربية، وحييم حوفي رئيس دائرة إحباط التجسس العربي، وراؤول بساح رئيس دائرة التجسس الغربي. وده طبعا بالإضافة لمجموعة من ضباط الشباك والموساد المسؤولين عن الملفات العربية والأوروبية. بعد الاجتماع ومشاورات استمرت لساعات، اتخذ القرار النهائي إن لازم يتقبض على الخاين ويتجه لإسرائيل، ولازم يتجاب حي مش ميت علشان يبقى عبرة لأي حد يفكر ينشق عنهم. بعد كده تسلم الملف لضابط الموساد الإسرائيلي إسحاق شموئيل، اللي كان مسؤول عن وضع الخطة وتنفيذها بنفسه للقبض على ضابط الجيش الإسرائيلي أو ضابط المدفعية جبرائيل زيسمان. سنة 1923 وتحديدا في مدينة كازنبرج في ألمانيا اتولد جبرائيل زيسمان. اتولد جبرائيل بطريقة غير شرعية من أم وأب مفيش بينهم زواج. أبوه حتى من قبل ما يتولد تنصل من أمه ورفض يعترف بيه وسابهم ومشي. أمه بقى أول ما ولدته اتصدمت من أبوه، وقبل حتى ما تسميه قامت واخداه وسلمته لدار رعاية أيتام، وقالت إنها لاقياه في الشارع. الدار جابت أسرة ألمانية مسيحية وطلبوا يتبنوا الطفل، وفعلا خدوه سموه أولرخ ميلر. ربوه علموه لحد ما التحق بمدرسة مهنية. في المدرسة اتعلم فن صيانة السيارات. أول ما وصل سنه 18 سنة وتحديدا سنة 41 اتجند في الجيش الألماني، وكانت خدمته في الوحدة العليا للحزب النازي المعروفة باسم الاس اس. وفي نفس السنة دي وتحديدا في يونيو 41 قامت عملية اسمها عملية بربروسا، وحصل هجوم عنيف جدا من الجيش الألماني ودول المحور على الاتحاد السوفيتي. ونتائج المعركة كانت كارثية بمعنى الكلمة، مئات الآلاف من القتلى ومئات الآلاف من الجرحى، غير الخسائر اللي كانت بالملايين. المهم صاحبنا أثناء المعركة اتصاب إصابة شديدة جدا، فقاموا مرجعينه على ألمانيا تاني علشان يتعالج. أول ما خف من إصابته أخدوه وبعتوه يحارب على الجبهة مع يوغوسلافيا. بعد كام شهر هناك رجعوا تاني أخدوه وبعتوه يحارب مع القوات الإيطالية. وهو بيحارب هناك القوات الأمريكية اللي كانت موجودة في إيطاليا وقتها قبضوا عليه وأسروه وسجنوه، وفضل أسير لحد ما أطلقوا سراحه سنة 47. بعد ما خرج من القصر ورجع ألمانيا اتفاجئ إن الأوضاع أسوأ بكتير من اللي تخيله. المصانع واقفة والمساكن مهدمة، الناس مشردة والاقتصاد رايح في 60 داهية. الشعب الألماني كان بيعاني علشان يلاقي لقمة ياكلها، لدرجة إن السكن الواحد كان بيشيل أسرة واثنين وثلاثة لأنه مفيش بديل. أولريخ لما رجع وشاف الحال بالشكل ده بدأ يدور على مكان يسكن فيه. في الآخر لقى غرفة مع واحد يهودي من الناجين من المحرقة، وهو عايش مع اليهودي ده عرف إن في منظمة يهودية أمريكية بتقدم مساعدات للناجين من المحرقة، أكل وشرب وفلوس ولبس. كانوا متدلعين على الآخر، وهو في الوقت ده ما كانش لاقي حتى اللقمة ياكلها. سأل اليهودي اللي ساكن معاه عن طريقة أخذ المساعدات، فشرح له إن المنظمة دي اسمها جوينت، وكل اللي بيعملوه إنهم يروحوا يسجلوا أساميهم وبعدها تتصرف لهم المساعدات أول كل شهر. أولريخ سمع الكلام وعينه نورت، وقال اليهود عايشين في نعيم. وعلى فكرة اليهود وقتها كان بيجي لهم مساعدات بمئات وآلاف الدولارات، لدرجة إن الشعب الألماني العادي كان حاقد عليهم، لأنهم في الوقت اللي الشعب مش لاقي فيه الهوا اليهود كانوا بيستلموا مساعدات بالملايين. أولريخ بقى لما عرف كده راح من وراهم
وسجل نفسه في المنظمة اليهودية على أساس إنه يهودي ناجي من المحرقة. ولما اتسأل عن أوراقه وعيلته قال إن كلهم راحوا في المحرقة. ولما سألوه عن اسمه تنصل من اسمه القديم وقال لهم إن اسمه جبرائيل زيسمان، وفعلا اتسجل اسمه بقى بيتلقى المساعدات شهريا زيه زي اليهود بالظبط. كان الكلام ده سنة 47. اسمح لي هنا أضيف لك معلومة بسيطة. سنة 47 كانت من أسوأ السنين اللي مرت على الشعب الفلسطيني، لأن في التاريخ ده وتحديدا يوم 29 نوفمبر 47 صدر قرار الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة بتقسيم فلسطين. القرار ده توافق عليه ب 33 صوت مؤيد وصوت واحد معارض و10 أصوات ممتنعين. القرار السيء ده كان مجرد تمهيد للقرار الأسوأ اللي جه بعدها في مايو 48 لما أعلن ديفيد بن غوريون في أشهر وأبشع إعلان في مجلس الأمن عن قيام الدولة العبرية. لو حضرتك عايز تعرف فعلا أسوأ تاريخ مر على العرب والسبب في اللي احنا عايشينه النهاردة، استنى معايا للآخر. المهم بعد قيام الدولة العبرية الصهاينة بقوا محتاجين يزودوا الطاقات البشرية عندهم، فبدأوا يدعوا اليهود اللي موجودين في العالم كله للهجرة لفلسطين. وزي ما حضراتكم عارفين استخدموا دعايات وردية مزيفة زي أرض الميعاد والواجب المقدس وإسرائيل بلد الأحلام. ومشي الحال على كده لحد سنة 52. وفي يوم من الأيام كان قاعد بيشرب مع أصحابه وفضل يشرب لحد ما سكر بمعنى الكلمة. وهو في حالة السكر لسانه تقل وابتدى يهرتل بكلام فضحه ووداه في 60 داهية. قال لهم إنه كان شغال في الجيش الألماني، وقال كمان إن اسمه الحقيقي مش جبرائيل أصلا. اللي حواليه أول ما سمعوا الكلام قاموا مبلغين عنه الاستخبارات العسكرية، وطبعا الاستخبارات استدعته للتحقيق، لكنه أنكر تماما وقال إن الكلام ده ما حصلش. لكن القادة العسكريين ما صدقوش إنكاره، واعتبروا اللي اتقال من واحد سكران أقرب للحقيقة منه للكذب، وبكده أخدوا القرار بفصله من الخدمة العسكرية. خرج من الخدمة العسكرية وزي ما بنقول أبيض ورد، لا معاه فلوس ولا وظيفة ولا يمتلك أي حاجة. قام واخد بعضه وطلع على مدينة عسقلان الفلسطينية، ولليهود سموها أشكلون. أول ما وصل قعد يدور على مكان يسكن فيه لحد ما لقى غرفة في بيت كبير. البيت ده كان بيمتلكه رجل يهودي ومراته. جبرائيل بقى ما يعرفش يمسك نفسه. بعد فترة نشأت علاقة بينه وبين مراد صاحب البيت. جه في يوم من الأيام صاحب البيت اكتشف العلاقة اللي بين جبرائيل وبين مراته، فطرده فورا. أول ما اترمى في الشارع كان بالظبط زي المشردين، ووصمة العار اللي اتعلمت عليه دي كانت سبب رئيسي في إن حاله يتوقف ويتدهور. بعد ما اتطرد من البيت، وقبلها طبعا كان اتفصل من الخدمة العسكرية، كتبوا له في الورق الرسمي إنه غير جدير بالدفاع عن إسرائيل. السطر ده تحديدا خرب بيته حرفيا. كل ما يروح يقدم على وظيفة الورقة دي تظهر قدامهم ويترفض في ثانية. ده غير إنه كان رافض يرجع لأي شغل من اللي اشتغلها زمان، لا زراعة ولا صناعة ولا أي حاجة. اتعود على البدلة العسكرية وعلى لقب ضابط ومش قادر يتخلى عن الصورة دي. استمر في التشرد والتوهان لحد سنة 54. في الوقت ده ألمانيا بدأت ترجع لقوتها تاني، المصانع بتقوم والاقتصاد بيستعيد عافيته، وبدأت ترجع لسابق عهدها. هنا جبرائيل خد القرار إنه يرجع ألمانيا تاني، بس المشكلة الكبيرة كانت إنه ما ينفعش يرجع رسمي. جواز سفره كان إسرائيلي، كانوا بيكتبوا جواه مسموح بالسفر لأي دولة في العالم ما عدا ألمانيا. فقرر إنه يسافر إيطاليا الأول، ومن هناك يدبر أي طريقة تهريب توصله لألمانيا. وفعلا سافر عن طريق البحر ووصل لميناء جنوة في إيطاليا أواخر سنة 54. من أول ما نزل إيطاليا هو بيحاول بكل الطرق يهرب لألمانيا، لكن اتفاجأ إن الموضوع قدامه شبه مستحيل. جبرائيل هو باصص حواليه لقى نفسه بالظبط عامل زي اللي تايه في نص صحراء، لا عارف يروح فين ولا عارف يجي منين، لا قادر يرجع إسرائيل ولا حتى قادر يروح ألمانيا. وحتى إيطاليا نفسها حالتها الاقتصادية مش كويسة خالص. فضل يتنقل من شغلانات بسيطة للتانية، كل شهر بالكاد بيجيب حق لقمة العيش، لحد ما في يوم وهو قاعد سكران وبيفكر في نفسه جات له فكرة وقال في نفسه: أنا كنت في إسرائيل واشتغلت في الجيش الإسرائيلي، عندي معلومات عسكرية كتير، ليه ما استغلهاش لمصلحتي؟ وفجأة خطرت له الفكرة: أنا ممكن أروح للمصريين، جهاز المخابرات بتاعهم لسه ناشئ وصغير
وممكن يصدقوني لو قلت لهم على المعلومات دي واخد تمنها. وخلص قراره من هنا. تاني يوم طلع على القنصلية المصرية في جنوة. أول ما وصل طلب يقابل القنصل، ومن غير لف ولا دوران قال له من الآخر: أنا معايا معلومات وجاي أبيعها لكم. القنصل أخده وراحوا مع بعض في نفس اليوم للسفارة المصرية في روما. قدموه للملحق العسكري. الملحق العسكري قعد معاه وراح يحقق معاه تحقيق مكثف جدا. بعد ما خلص التحقيق قال له: بص يا عم جبرائيل، الكلام هنا ما ينفعش. خليك هنا كده، هنديك جواز سفر مصري وهوية مصرية، تسافر وتنزل القاهرة وهناك نتفاهم تاني. جبرائيل وافق وسافر على القاهرة. أول ما وصل استقبله جهاز المخابرات العامة استقبال VIP. نزلوه في واحد من أكبر الفنادق في مصر. وبعد أسبوع كامل من الاستضافة ابتدوا معاه تحقيق دقيق ومكثف جدا، لأن كان عندهم شك كبير إنه ممكن يكون مزقوق عليهم من الموساد الإسرائيلي. المهم إن بعد التحقيق المستميت اطمنوا إن هو بعيد تماما عن الموساد وإنه جاي المصلحة متبادلة. ساعتها قالوا له: يلا ابدأ قول اللي عندك. لكن جبرائيل رد قبل ما ينطق بكلمة: عندي شرط واحد، ما بحبش أكون مربوط بقيود. انتوا ليكم مصلحة عندي وأنا ليا مصلحة عندكم. هقول المعلومة مرة واحدة، وبعد كده تتأكدوا وتسددوا دفعة واحدة. قالوا له: يا سلام، طبعا ما عندناش أي مانع. لكن حذروه قالوا له: خد بالك، انت اللي حطيت المبدأ بنفسك. أي معلومة هتقولها لازم يكون معاها دليل تثبتها، أو تسيبنا احنا نتأكد بطريقتنا وبعدين نتحاسب. المهم إن هو ادالهم كل المعلومات اللي يعرفها عن سلاح المدفعية، أسماء الضباط وعدد القوات وأماكن التمركز والتشكيلات. بعد ما خلصت المهمة المخابرات المصرية قالت له: على العموم احنا مش هنزود عليك ولا هنستخدم معاك الأساليب اللي انت عارفها، ولا في يوم من الأيام هنهددك ونقول هنبلغ عنك. بس اتأكد ان احنا موجودين حواليك في أي مكان تروحه، ولو فكرت وحبيت تتعاون معانا تاني اوعى تتردد، واحنا منك ليك. مش هناخد منك جواز السفر المصري علشان تقدر تخرج من هنا وتسافر ألمانيا زي ما انت عايز. وفعلا سافر جبرائيل من القاهرة ورجع لجنوة في إيطاليا، وهناك بدأ يجهز أوراقه عشان يسافر ألمانيا. لكنه ما كانش ناوي يسيب إيطاليا بسرعة لحد ما قرر يزود رزقه ويبيع المعلومات مرة تانية. قام خد بعضه وراح السفارة اليوغوسلافية في روما. في الوقت ده كانت علاقة يوغوسلافيا بالدولة العبرية سيئة. كانت يوغوسلافيا ممثلة بالرئيس جوزيف تيتو، اللي كان متعاطف ومؤيد جدا للقضية الفلسطينية، خصوصا بعد مؤتمر دول عدم الانحياز ووقوفه مع مصر خلال العدوان الثلاثي. المهم خد بعضه وراح السفارة اليوغوسلافية، وهناك نفس الفيلم ونفس السيناريو. باع لهم معلومات وخد فلوس. خلصت الحكاية وجمع القرشين وخد بعضه وسافر على ألمانيا. وفعلا وصل برلين مطلع سنة 66. من أول يوم بدأ يدور على طريقة يمحو بيها هويته المصرية ويرجع لهويته الألمانية الأصلية. قعد يدور على أي حد يقدر يساعده في الموضوع، لكن ملحقش، لحد ما في يوم قابل واحد من اليهود الألمان اللي أقنعه إنه ممكن يساعده يطلع أوراقه المفقودة. اليهودي ده بالصدفة كان عين من عيون الموساد في ألمانيا، وواحد من أعضاء المنظمة السرية اليهودية اللي بتساعد اليهود الألمان على الهجرة لفلسطين. الراجل وهو بيكلمه قال له: بص، بدل ما تتعب نفسك وتطلع أوراق جديدة، خد نفسك وهاجر لإسرائيل، هتلاقي النعيم كله هناك. جبرائيل سمع الكلام ورده كان سريع: انت عايزني هاجر لإسرائيل؟ أنا كنت هناك وكنت في الجيش الإسرائيلي كمان، وبعدين طردوني وأيامهم كانت نار على راسي. اليهودي قال له: ازاي كنت في إسرائيل وتيجي هنا؟ دول منعين أصلا أي حد من إسرائيل يدخل ألمانيا. فرد جبرائيل ببراءة وسذاجة: مين قالك إن أنا دخلت بجواز إسرائيلي؟ أنا داخل بجواز مصري. الراجل اليهودي اللي هو في الأصل عين من عيون الموساد سكت وما خدش الكلام كده على عفويته. فضل يستدرج جبرائيل يوم ورا التاني ورا التالت لحد ما عرف منه تقريبا نص المعلومات. وبعد ما تيقنوا إن جبرائيل فعلا تعاون مع أجهزة مخابرات، راح اليهودي اللي كان عين من عيون الموساد وبعت الكلام لجهاز الشباك. جهاز الشباك أول ما وصلت له المعلومة بدأ يشتغل عليها وعمل تحرياته اللازمة، وعرف كل الخطوات اللي عملها جبرائيل خطوة بخطوة. بعد الاجتماع اللي حكيت لك عنه في بداية الحلقة، صدر القرار بضرورة القبض على جبرائيل وإحضاره حي لتل أبيب. الموساد كان عارف إن شخصية جبرائيل ضعيفة جدا ومستعد يتعاون مع أي حد عشان الفلوس، فخطتهم كانت تكليف واحد من ضباط الموساد يسافر لألمانيا ويدخل هناك بهوية وشخصية مزيفة على إنه ضابط عراقي.
يتعرف على جبرائيل ويستقطبه بطعم مهمة بسيطة وسهلة جدا، وفي نفس الوقت المقابل المادي يبقى ضخم عشان ما يقدرش يقول لأ. اختاروا للعملية دي ضابط الموساد إسحاق شموئيل اللي كان يهودي عربي من أصل عراقي. وفعلا سافر إسحاق على باريس ومنها على ألمانيا، دخل بهويته العراقية المزيفة. كانوا عاملين تحريات سابقة عنه، عرفوا إن جبرائيل متعود يسهر في واحدة من الملاهي الليلية. في اليوم المحدد راح ضابط الموساد للملهى اللي جبرائيل بيقعد فيه، وتعمد يقعد على الترابيزة الملاصقة ليه. بعد شوية بطريقة ما عرف يعرف نفسه لجبرائيل وقال له إن اسمه عدنان، ضابط عراقي وشغال في السفارة العراقية في ألمانيا. جبرائيل زي ما قلت لك كده كان لسانه فالت وابتدى يحكي له حاجات كتير لحد ما عرف منه نص المعلومات تقريبا. أول ما سمع إن اللي قدامه ضابط اضطر هو كمان يرد تلقائي وقال له أنا كمان كنت ضابط. الراجل قال له إيه ده؟ أنت كنت ضابط في الجيش الألماني؟ رد عليه جبرائيل لا أنا كنت ضابط في الجيش الإسرائيلي. الراجل قال له لا أنت أكيد بتهزر. جبرائيل قال له يا عم ولا بهزر ولا حاجة، أنا كنت فعلا ضابط في الجيش الإسرائيلي، بس حصلت شوية ظروف ورجعت على ألمانيا مرة تانية. فاضطرب ضابط الموساد إسحاق شموئيل المنتحل شخصية الضابط العراقي عدنان، وقال له بمنتهى الخباثة طب إيه رأيك بقى لو ترجع إسرائيل مرة تانية؟ جبرائيل رد يا عم أرجع إيه تاني، هعمل إيه هناك؟ أنا ما صدقت مشيت منها. فرد عليه ضابط الموساد مش أنت هويتك الإسرائيلية لسه معاك؟ قال له آه لسه معايا. قال له طيب أنا هطلب منك خدمة، والخدمة دي سهلة جدا إنك تعملها جوه إسرائيل. لو قدرت تعملها ونجحت فيها هتاخد مكافأة تعيشك برنس، وعلى فكرة أنا مش مستعجل على الرد دلوقتي، فكر وارجع لي. وكمل وقال له عشان أطمنك وما تقلقش، الخدمة اللي عايزينها ملهاش علاقة بالجيش ولا بالعسكرية خالص، دي مجرد معلومة اقتصادية كده عايزينك تتأكد لنا منها. خلص الكلمتين وسابه ومشي، وقبل ما يمشي اتفق معاه انه هيقابله في نفس المكان بعد كام يوم. بعد كام يوم اتقابلوا مرة تانية في الملهى الليلي حسب الاتفاق اللي بينهم. كان الرد من جبرائيل انه موافق على تقديم الخدمة، لكن قال له الاول انا عايز اعرف الخدمة دي تطلع ايه وتمنها كام. ضابط الموساد المنتحل شخصية ضابط عراقي قال له احنا وصلتنا معلومات ان الاسرائيليين اكتشفوا بترول في منطقة جنب اشكول، وطبعا لو المعلومة دي طلعت حقيقية اكيد هتتأثر علينا اقتصاديا، عشان كده احنا عايزين نتأكد وما تقلقش احنا هندفع لك راتب محترم جدا، ده بالاضافة لمكافأة المعلومة اللي هتجيبها لنا. وبعد كام يوم جبرائيل جهز نفسه للسفر، طلع من ألمانيا على فرنسا ومن فرنسا على مطار اللد. أول ما وصل لمطار اللد كانت عناصر المخابرات الإسرائيلية في انتظاره، وأول ما حط رجله في المطار تم القبض عليه، وبعدها تم التحقيق معاه. في البداية حاول ينكر أي علاقة ليه مع أي جهاز مخابرات، لكن في النهاية ملقاش قدامه أي فرصة غير الاعتراف. بعدها تم إحالته للمحكمة الجنائية وتم صدور الحكم عليه بالسجن 20 سنة. لحد هنا بيخلص ملف ضابط المدفعية الإسرائيلي جبرائيل زيسمان. في نهاية الحلقة فاضل لنا نقطتين، إن كان في تعليق بيقول إن إحنا عمرنا ما شفنا حد بيخون إسرائيل، يعني مفيش خاين طلع من وسط إسرائيل. أحب أقولك إن المشكلة عندك أنت، مشكلتك إنك ما بتقراش. الفيديو بتاع النهاردة كويس، ده دليل على إن في خونة طلعوا من إسرائيل. النقطة التانية، في بداية الحلقة قلتلك إن في تاريخ كان من أسوأ التواريخ اللي مرت على العرب، إن بسبب الأحداث اللي حصلت في التاريخ ده كل الأحداث السيئة اللي بنشوفها حاليا في الدول العربية كانت بسبب الاجتماع اللي اتعمل في التاريخ ده، مؤتمر اسمه كامبل بانرمان. ده حصل سنة 1907. تقدر تعتبر ان المؤتمر او التاريخ ده هو الكارثة الحقيقية اللي حلت على العرب. من ساعتها هم ما عرفوش استقرار ولا عرفوا معنى كلمة اتحاد. حتى لو دولتين عربيتين حاولوا يتحدوا تيجي دولة عربية ثالثة توقع بينهم. يعني احنا مش محتاجين حد من بره يوقع بيننا، احنا بنوقع نفسنا بالغلط. طبعا المؤتمر ده ليه قصة طويلة، والوقائع اللي حصلت فيه ربنا يعلم، هنتكلم عنها في حلقة مستقلة. في الآخر عشان ما اطولش عليكم عايز أقول خصوصا لإخواتنا وشبابنا الصغير، إياك تحس بالدونية وتستقل بنفسك، أنت كبير جدا، وعايزك تعرف كويس إن اللي بيحصل حوالينا مش خطة اتعملت النهاردة ولا امبارح. الخطة دي متدبرة من سنة 1907 عشان تحسسك بالانهزام والدونية وتخليك تشك في نفسك وفي قيادتك وفي انتصاراتك وفي كل حاجة عملتها. ارجع للتاريخ وهتفهم ان الغرب كله اجتمع عشان يكسر عزتك، علشان عارفينك كمواطن عربي لو صحيت
المارد اللي جواك هيواجههم، وإياك تدي عدوك السلاح اللي يهزمك بيه.